أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست حياة. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا موجود حوالينا كتير، وهو النرجسية. أكيد كلنا قابلنا الشخص اللي دايما شايف نفسه محور الكون، واللي بيحب يسيطر، واللي دايما عايز يكون محور اهتمام من اللي حواليه. طيب ايه هي النرجسية؟ وهل كل شخص بيحب نفسه يبقى نرجسي؟ وازاي نعرف نفرق ما بين الثقة بالنفس والنرجسية؟ وازاي نقدر نتعامل مع الشخصيات اللي من النوع ده؟ النرجسية ببساطة هي اضطراب في الشخصية، وبيظهر دايما في صورة حب زائد للنفس مع نقص في التعاطف مع الآخرين. يعني ايه الكلام ده؟ الشخص النرجسي دايما شايف نفسه أهم حد، وبيحس انه يستحق معاملة خاصة طول الوقت. لكن يخليني أوضح حاجة مهمة: مش كل شخص واثق في نفسه يبقى نرجسي. الثقة بالنفس حاجة، والنرجسية حاجة تانية خالص. الشخص اللي واثق من نفسه بيكون عارف قيمته من غير ما يحط اللي حواليه في مواقف محرجة أو يقلل منهم. بالعكس، بيشجعهم ويحترمهم وبيعتذر لو غلط في حقهم. لكن الشخص النرجسي بيسعى دايما للتقليل من الناس عشان يثبت انه احسن منهم وانه اعلى منهم مكانة، حتى لو على حساب اللي حواليه او على حساب اسرته. ازاي اعرف ان الشخص اللي بتعامل معاه شخصية نرجسية؟ هتلاقيه دايما بيحب يسيطر ويتحكم في كل حاجة حواليه، مش بيعرف يتعاطف مع اي حد قريب منه، ما بيحسش اصلا بمشاعرهم. هتلاقيه دايما بيتكلم عن انجازاته واهدافه، وبيعيد ويكرر كلامه كل مرة هتقعد معاه فيها. بيفرض على اللي حواليه يتعاملوا معاه معاملة خاصة واهتمام زيادة حتى لو على حساب وقتهم. مش بيتحمل النقد، ولو فكرت تنتقده أو تتناقش معاه في حاجة عكس رغبته بينفعل عليك بشكل مبالغ فيه. ازاي نقدر نتعامل مع الشخصيات اللي من النوع ده؟ أول حاجة، حط حدود واضحة، وارفض بشكل قاطع أي شعور يصدر منه يضايقك حتى لو هتخسره. خليك هادي وحاول ما تخليش كلامه يستفزك. لو العلاقة دي مؤذية جدا وأيا كان درجة حبك ليه، قلل التعامل معاه أو تبعد عنه خالص. في النهاية بس عايزة أوضح لك حاجة: حب النفس مش عيب، بالعكس احنا دايما بنشجع انك تحب نفسك، لكن مش على حساب التقليل من الآخرين وعدم التعاطف معاهم. حب نفسك واحترم مشاعر اللي حواليك. لو حسيت انك بتتعامل مع شخصيات من النوع ده، افتكر صحتك وسلامك الداخلي، وانك مش مطالب اطلاقا انك تصلح حد. هستنى رأيكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.